بسم الإله أبتدي بذكره حبا من الأعماق للرضوان، والله أكبر حبه في سنة أصدق بها حقيقة الوجدان. طويلة قصيدتي لكنها ليست بطول سهرة الأعيان، فقصيدتي مزهوة بوعظها عن حكمة وسيرة الربان. في بحرها يتلاطم الموج الذي لا يسلمن إلا الفهيم الداني. دنوه عن علمه لربه بذكره حصن له حصنان. فكم لها شمس الغروب تغرب في عمرنا نفيسة الألوان، فهل لها من مودع بدمعة للعاقل الملهوف للديان. الله أكبر لا إله غيره، الله أكبر خالق الأكوان. رباه إني غارق متندم، رحماك ربي من لظى النيران. فصخرة بدمعها كقلبي قطراتها شبيهة القطران، وتحدرت مخافة من ربها فهوت على نهر الرجا بمكان. تبت يدا من كان حرا عاقلا وقد هوى على خطى الخذلان. والله أعلى وأجل من ذكر، ودوام ذكر ميتة الشيطان. ذكر الإله ذكره بين الورى كفارق الإنسان والحيوان. تفسيره لآية في المنجية يمشي مكبا أم خطى الإنسان. الخالدون قلوبهم في جنة بذكرهم لله والغفران، في جنة والقرب فيه أحمد والأنبياء والصحب والخلان. في جنة بين النبيين تضاحكوا تسامرا في ليلها بحنان. في ليلها من عرشه تلالأت بين النسيم وأجمل البنيان. وإذا القصور فخمة إلى السماء في حلوها جميلة الأركان. في ساحها حورية تمايلت أخاذة في الحسن والإفتان. بين الخرير والحفيف تناغمت خطواتها في قامها نوران. لهواء عن غير الخليل حبها بلبسها وجسمها حسنان. يا من بخلت لذكره حظا فلا ألهاك عن ذكر الذي أحياني. أستغفر الله الذي أهدى لنا هدي الرسول منهج القرآن. فخليلنا والأنبياء وصحبهم ذكراهم سكبا من الأشجان. حسان يعلو شعره بدفاعه روح معه وشرعة التبيان. ذكراهم في العقل يشدو تيمه وغرامهم قلب من الإدمان. من ظن أن المدح يعلي شأنهم كنفخنا في ساحة البركان، لا لن يزيد علوهم مدحا ولا أثرا لهم مهما على الذهبان. ريح الشهادة مسكهم وعبيرهم تاريخهم مجد من الإتقان. من أحمد وآله وصحبه وصفوة من بعدهم قرنان. وذا السبيل بعدهم بخطوهم حتى النهى برفعة القرآن. فحبهم بين القلوب فارق بين الهوى والكفر والإيمان. فحبيبنا خل حبيب مصطفى لزمرة الأعلام والربان. شهد النفوس شاهد في عالم أهدى لنا كرامة الإنسان. كل الفعال شاهد من أمره أن الرسول شرعة الإحسان. أين العقول إن هدت لقوله؟ كيف النفور إن بدا الخصمان؟ فعهده إيقاظ فوج مقتحم لا مرحبا بالجهل عن برهان. عهد الرسول منحة للعالم دلالة كالشمس للحيران. وصحبه دلالة لنهجه في بيته وصحبه لزمان. من آله
وعشرة بشراهم، والسابقون عزهم بمكان من بدرهم لتبوكهم وقبلهم، فعشرة والدان والبوطان، وقبلهم أهل الرضا والشجرة، والأرقم البيت العتيق الباني، وقادة نقباؤهم 12، أكرم بهم سلالة القحطاني، ومهاجر لطيبة تركوا الغنى، ميراثهم هدي النبي بدراني، وتاجهم أنصارهم من يثرب، بهم رست سفينة القبطان، وياسر وسمية استشهدا أولى النفوس شهادة زوجان، ومسافر مع النبي هجرة من غارهم أصل الهدى 2، ومسير الإسلام أصل عدالة للعالمين سيرة العمران، وخليفة الإيمان عثمان على عون الرسول ثالث الأثمان، وحيدر رأس الجهاد وحربه، وحيدر رأس الجهاد وحربه، والقائد المغوار طول زماني، والدهاة منهم عمرو غزا كان النهى من سيرة الشجعان، وخالد سيف سلول صارم كسر العدا وذل كل جبان، وأبو عبيدة أمنهم وأمينهم طلع بهي موطن الميزان، وابن أم وبلال قد سما بمآذن الحرمين والعمران، وهنا الحواري للنبي هو سابع، وهو الزبير صاحب الإتقان، واعرف أبا ذر خامسا إسلامه قد عاند الكفار بالإعلان، وأبو أسامة وابنه نال العلا حب النبي علية الأعيان، وسبعة عمار سبق منهم من أخير الأصحاب والفتيان، وحذيفة ابن اليمان مهاجر، ويثربي سر النبي العدناني، ورامي هو سعد خال النبي قاهر الشيطان والرومان، وهناك سعد بن معاذ موته هز السمايا عزة المنان، وعالم الحل معاذ بن جبل وتالي القرآن حلو لساني، وذا ابن فاروق ومسعود علم، وكذا الدهاة وقادة حبراني، وأبو هريرة ناقل عن أحمد بجده وحكمة النبهاني، وابن عمر وبعده روى أنس، ثم عائش عن حبها العدناني، ثم ابن عباس مفسر علم من صغره متفرد بكياني، وجابر هو مفتي متحدث، وأبو سعيد عالم ببياني، ثم ابن عمرو كاتب متفرد خط البنان عزة الأوطان، وذا ابن مسعود محدث علم، ثم عمر ثم علي خلاني، أحفادهم آل النبي وصحبه، ومنهم السبط والسبطان الأخفياء الأتقياء اعلم بهم، كابن عوف صاحب الأوزان، فالحاكم العمري قد أصفاهم من 6 الأخيار والأعيان، ومن وعى القرآن عن تلاوة، ومن غزا في العرب والبلدان، وابن الزبير أمة على الأمم فارس الشجعان والميدان، يا ليتني كنت معه مدافعا عن حاكم وخليفة البلدان، ونسوة الإيمان عال شأنهم كنز العلوم فيهم هديان، رقية وأم كلثوم هما نور النبي قمر بن عفان، وزينب بنت النبي وزوجها رسالة للعالم الحيران، وفاطم بنت النبي ونسله، وخديجة عز النبي حبان، وسودة ثاني النساء دخوله، وعائش ثم حفصة علمان، وزينب بن خيزم فزوجها نال الشهادة من لقى الجمعان، وهند من إلى النبي قد شاورت بحديبة فعل النبي فعلان،
رجاحة في عقلها وعلمها، روى لها صحابة الفرقان، وزينب في آية طلاقها. من بعدها لأحمد قرآني، جويرة ذكر الإله حالها في حلها ورحلها سياني، ورملة شقيقها معاوية عصية للدين من بهتان، وصفية شديدة بحبها لحبيبها محمد بدران، ورملة إسلامها سر النبي وتشرفت بيد النبي أكفاني، وفاقهن فاتقت ميمونة ولرحمها عن عائش كونان، ومحمد زواجه من ماريا أم لنا كريمة الأوطان، ونسوة أهل الصحابة غمدهم صون السيوف وقوة الطوفان، مثلهن من حازهن نهج النبي وصحبه عدلان. كنت أود التابعين ذكرهم لكنني أخطأت في الحسبان، كنت أظن أنني لقادر صحب الرسول ذكرهم ببياني، كيف الجهالة أن ظننت بقادر بقصيدة بتراء بالنقصان، لكنني بقصيدتي رفعتها نفسي بمدح صفوة الرحمن، هم الهداة المقتدون على القمم، برد الغمام سقية العطشان، وأخ لهم في عالم إذا اشتكى فمعادن في العرب للهفان. يا سائلا عن مجدنا تسليا دع وارفع الأذكار للديان، اعمل بها لا تهملا عن ذكرها تلقى بها عزا بلا خذلان، من ربك فوق الملوك كلها يمناه فيها قبضة الأكوان، عز ذكره بلسانك خفيفة وثقيلة بالكنز والتيجان، لا تحسبن ما قلته خديعة فالجاهل بالعلم كالسكران، لا يعقلن من أمره إلا الذي عيناه ما بصرت من الأعيان، متربعا متأملا أحلامه من عرشه نزلت إلى الأكفان، نقش الإله محمدا مزية من سالف الأعمار والأزمان، يا من علمت سيرة من صحبه أعزم بها في سيرك اليقظان، هم عالم في الكون خص مسارهم، درب لنا في كوننا رسمان، رهباننا هم قادة بحرابهم شرسوا المعارك ساحة الرهبان، يا ربي حط ذنوبنا بحبهم وارفع بنا في علية وأمان، والحمد لك يا ربنا برسولنا وصحبه يا خالق الأزمان.